اسماء بتقول لي يا سلعه استهلاكيه انت يا ابو شنب حلو. بغض النظر عن انا ابو شنب حلو دي حاجه تخوف جدا او حاجه تحسسني ان انا جمبري مثلا او حاجه، بس كلمه سلعه استهلاكيه مش عارف يعني هل انا بقيت سلعه؟ دي حاجه، هل انا رخصت قوي للدرجه دي انا بقيت سلعه يعني استهلاكيه؟ امير عصام في البوست اللي انا هقراه ده هي مبينه لي 7 رياكشنات في بوست. يعني السلام عليكم، ازي حضرتك؟ هنا الديني المعتدل الجميل. اولا اشكرك على مجهودك في الفيديو الاخير لاني اول مره اتشرف بحضرتك وربنا يوفقك. هنا التقدير. انا طبعا عجبني الفيديو وكتبت تعليق ما فيهوش اي اساءه من اي نوع، هنا اعتذار. لكن في حد شاف انه في اساءه ما اعرفش ليه، هنا اتهام. وطبعا مش هرد لان ده مش هيبقى حاجه كويسه اني ارد، ده تهديد على حاجه مش فاهماها ولا عارفه رد الفعل. هنا خوف شويه. وطبعا احترام لحضرتك، هنا وصلنا الحمد لله وكل سنه وحضرتك طيب. فعايزين كلنا نسقف لامير عصام على المسج اللي بجد والله العظيم فيها رياكشنات كتيره وفيها احساس انا اصلا مش عارف هي بعدها بتقول لنا ده ليه. بس برافو يا اميره والله، دي هي فلسفه، ممكن تكون مدرسه فلسفيه جديده احنا مش عارفينها. في ساره عامل ايه؟ انا مش هقول لك هابي نيو يير، مش هقول لك عشان انا ما استاهلش ان انا يتقال لي هابي نيو يير اصلا عشان انا ولا حاجه، علشان الايام كلها شبه بعض في مصر. اصلا ساره الكحل سايح وبتعيط وهي بتبعت لي المسج. انا شفت الفيديو بتاع تويتر، وعلى فكره يا جماعه لو حابين تشوفوا يعني ساره بعت لي كل جمله في سطر، ماشي؟ مش عارف ليه. محتاجه منك مساعده في نطق الكلمات بطريقه صحيحه. ممكن انا عملت فيديو تريقه على الفنان محمد كريم في طريقه نطق توير 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 توير. يلا 1 2 3 توير. splash me, hate me, splash me, love me, bite me. مش عايز اقول حاجات. برنسيس الانجليزي، طاحونه الهوى، الماكينات اليابانيه، فشيخ التاريخ، قلب الحزين. القلب مش القلب، القلب بالجي. وبيقول لي سلام. ده يوم 2 ديسمبر. بس يوم 10 ديسمبر بعت لي فويس نوت تخوف جدا، بيقول لي ما تخليهاش عندك يرحم والديك. يعني انا حاسس ان هو اداني حاجه كده وجري، يعني عارف اللي هو ما تخليهاش عندك يرحم والديك، اللي هو مش لو احنا دورنا كده في باقي المسجز هنلاقي انا عايز امثل، انا عايز امثل، ساعدني، اروح فين، اجي منين. يا جماعه انا بجد والله انا نفسي امثل. اقول انا مثلا عملت الجزيره 2، ما في يعني في ناس كتير ما عرفتنيش بجد والله، في ناس كتيره جدا ما عرفتنيش. عملت مشهد كان مع احمد السقا وخالد صاوي، في ناس كتيره جدا بتقول لي بعد الفيلم طب انت فين بقى؟ فما تعرفش يعني. ما سرايا عابدين، انا سرايا عابدين والله العظيم يا جماعه عملت في حلقه طلعت عملت كده ومشيت. خضته حلوه يعني، اقول لك بقى خالد ما شاء الله خضته حلوه زي قرفته حلوه. كنت ماشي لوحدي ونازل على السلم المتحرك، فلقيت هي كانت غالبا رحله لمدرسه ما او اكتيفيتي ما. واول ما انا نزلت لقيت الست الكبيره اللي هي المشرفه بتاعت الرحله دي بتقول لي لا 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 لا. يعني انا نازل لا لا، انا لو اطلع طب يعني يعني ما لا لا مش معقول انت هنا بقى يعني ايه. وانا نازل بقى ولا يا جماعه يلا نتصور معاه يلا كله اجمع. انا سامع بودني الرحله كلها تقول مين ده مين ده مين ده. كنت مره برضو بعمل صيانه العربيه، لقيت واحده بنت جميله جدا، وايه الواحد بقى ساعتها كان لسه جديد بقى وايه بص لو بتمشي بره في ياقه البلطو بقى اللي هو لا 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 مش لا 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 عارف لا لا مش انا. فبتقول لي مش انت يعني شفتك فين؟ فقلت لها انا بكري خالد اصلا اللي بطلع لام بي سي مصر وبعمل ذا فويس مع ابو حفيظه. قالت لي لا انت اللي بتقعد على قهوه اسمها اسبريسو كل يوم في الرحاب. فانا اللي هو بس انت ما بتتفرجيش على ام بي سي مصر. قالت لي انا ما اعرفكش. بحب اشكر فيكس برودكشنز، وعايز اشكر كل اهالي الزمالك، وعايز اشكر الشخص اللي سمح لي اركن قدام كنيسه المرعشلي. عايز اشكر كل الناس اللي امنت بيا واللي ما امنتش، واللي قالت لي وما قالتش، واللي لعبوا وما لعبوش. اشكر كل الناس اللي شايفه ان انا ممكن ابقى حاجه ان شاء الله قريب يعني وما اعرفش ايه وعايز اشكر ظروف اللي جمعتني بيكم. وعايز اشكر انت بتعمل ايه؟ تمام زي ما انت كمل. وعايز اشكر كل المحلات اللي تحت، وعايز اشكر السيف اللي مكني عند كنيسه المرعشلي. بعد اذنك اللابتوب كمل تعالى اقعد. وعايز ايه؟ تمام وعايز اشكر حاجات كتيره جدا. عايز اشكر المدرسين بتوع الثانويه العامه. معلش بس عايز اشكر كرسي بكمل اشكر تمام. عايز اشكر كل الناس اللي ممكن تكون قعدت معايا في اي حته. بجد يعني الفيديو ده اعتبروه دوكيومنتري عني. انا فعلا انا بقول اي حاجه، انا ما عنديش اي هدف في اللي انا بقوله يعني. يلا يا جماعه
والله انا مش قصدي ان انا اتريق على اي حد، بالعكس انا ان شاء الله هقع بيكم، ومش هقدم ولا خطوه بدعواتكم وتشجيعكم ليا، والله بحبكم.